شوف بالحقيقة العالم كلها unexperienced. الحمد لله. صباح الفل، الاخبار؟ يوم جديد. النهارده هنلعب ابر بودي. الساعه دلوقتي 5:30 6 الا ربع حاجه كده. احلى حاجه الواحد يصحى بدري يصلي الفجر وياخد كده زي بري ورك اوت، مش بري ورك اوت يعني. النهارده موز وتمر وقهوه عادي وميه. تمام. اكلنا شربنا الحمد لله، وهنروح نتمرن. صلينا الفجر نروح نتمرن. يوم ابر النهارده. احنا رجعنا تاني يعني للتمرين بقى خلاص يعتبر الحمد لله. يعني اول مره اتمرنا رجلين كنت فيها ميت خالص. فلما اتمرنا ابر يعني عادي، الابر حاجه حلوه لاي حد بيتمرن عامه. الجزء الفوقاني ده بيكون شويه يعني ديفلوبد اكتر. النهارده بقى طبعا ان شاء الله نشوف مع بعض ورك اوت افضل كتير. فده كله. يلا بينا اوريكم ست واحده من كل حاجه بنعملها. Gazing far into the night, I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you. Hey. Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you.
اوف. الكونتراكت بتاع صلاح الجديد، تجديد صلاح مع ليفربول. احنا عشنا مع صلاح فترة كبيرة قوي من ايام ما انا كنت في اولى جامعة وانا كنت بتفرج عليه لحد النهاردة، فيعني بنينا ذكريات كتير، ماتشات كتير حلوه سوا وبتاع. بس جالي كده ريفلكتيف ثوت لما شفت اعلان التجديد بتاعه مع ليفربول، والكلام اللي اتقال في الفيديو انه I love the place here, my family love the place. الكلام اللي قاله هو مش كلام، لو تلاحظوا ما يعتبرش كلام ارقام او كلام مش مادي. الكلام اللي اتقال كله هي حاجات بتنم على ان الشخص ده لقى راحته في مكان معين، حتى لو ده يعني كلام دعائي او سكريبت مكتوب او كده، بس اكيد برضو اتس انسبايرد من حاجه جواه، مش حد كاتب له كده اي حاجه وخلاص. فكنت ساعات بتساءل كتير لما بنزل مصر بعد مثلا فتره بره، او حتى لما باجي هنا وبلاقي ناس في نفس المكان بتاعها، كنت ببص عليهم بالنظره الماديه اللي هي بتاعت الفرخه اللي ما بتبيضش بتتذبح، او ان احنا دايما كل يوم لازم في همه الاعلى الاعالي ومش عارف ايه. ده تمام، ده موجود وانا بسبورت حاجه زي كده وبدعمها، ولكن ساعات الواحد بيختار حته ان هو يرتاح فيها. حاسس ان تجديد صلاح الاخير مش سعي وراء فلوس اكتر، ولا سعي وراء ان انا اكون اكتر واحد بيقبض في البريمير ليج. فكره ان هو اكتر واحد بيقبض في البريمير ليج دي حاجه تقديريه بسبب المستوى اللي هو بيقدمه، ولكن ستيل زي مثلا توتي في روما، زي جيرارد في ليفربول، زي الناس دي لو كانت راحت مثلا ريال او راحت باريس او وات ايفر مانشستر سيتي او بتاع، هتاخد فلوس اكتر كتير. بس الفكره هنا ما بتكونش في الفلوس والارقام واراء الناس وبتاع، في بارت مهم جدا للانسان لازم يفضل فيه عشان يأدي. زي كوتينيو لما راح برشلونه مستواه نزل، وزي لعيبه كتير حصل ده، وزي ناس كتير مثلا كانت في مصر وسافرت بره، ان كان امريكا، امارات، السعوديه، المانيا، وات ايفر، واول ما سافرت رغم ان هي كانت بتأدي جدا حلو جدا في البلد بتاعتها في مصر، سافرت لقت نفسها باكج معينه من الحياه هي مش قادره تأدي بسبب ان الباكج دي خلاص ما عادتش موجوده. فسبحان الله الواحد دايما محتاج يدور على الحته اللي هو بيقدر يأدي فيها حتى لو اتغيرت الظروف حواليه او بقى فيه صعوبات او كده، لان هو الموضوع مش كله رأي الناس والماتيرياليزم والماديه واعلى رقم واعلى حاجه واحسن حاجه واسرع حاجه وبتاع. مش شرط دايما، مش شرط. بترجع انت الهوم تاون بتاعتك، ان كنت انت مغترب مثلا، ليتس سي حد من بورسعيد، حد من اسماعيليه، حد من السويس، حد من الشرقيه، حد من اي حته، وراح القاهره ورجع تاني الهوم تاون بتاعته، بيلاقي ان الناس زي ما هي ومبسوطه. عندها التحديات بتاعتها، كل واحد عنده تحديات، بس ستيل مبسوطه ومرتاحه للمكان اللي هي فيه في الحياه، ومش ندمان على حياتها، عادي. يمكن هو اللي حاسس ان هو ندمان بسبب ان هو لو اتحط مكانه مش هيرضى. وده كلام انا بحاول اقوله لنفسي قبل ما اقوله يعني اون كاميرا. مبروك لصلاح طبعا، تجديد رائع، بس دي ريفلكتيف ثوت حبيت اشيرها معاكم وبس كده. طيب وصلنا البيت، خلصنا تمرين ووصلنا البيت. مش عارف هل هنصور النهارده موضوع الشرح الكامل للمشروع ولا لا. في ايديتس كتير جدا، في فلوجز كتير في البايب لاين محتاجه تطلع. طبعا بقى بنعاني في المساحه وبتاع، خصوصا ان انا بعمل كل حاجه بنفسي، فشويه الموضوع محتاج وقت وصبر كتير، فمش عايز الود نفسي في حاجات تانية. فممكن الشغل يبقى شويه مكالمات ومتابعات، مش لازم نصور النهارده مشاريع تانية عشان برضو تحضيرا للاسبوع الجاي، فناخد السبت والحد كده ايه تحضير بس. يلا بينا. طيب هنروح نصور وهنفضل نصور في حاجات وهنزنق نفسنا في الايديت بس. فدلوقتي هنطلع نصلي الظهر ان شاء الله، وبعد كده هنطلع على ليف، هنصور فيديو شرح كامل عن ليف. مطور ليف عامل حاجه اسمها ليف ميري تايم، وبرده معانا عبد الحميد هيظهر معانا، هيكمل معانا في الفلوج. اوكي يلا بينا. وصلنا ليف. تعالى احنا وصلنا ليف ديفلوبمنتس مع استاذ عبد الحميد. استاذ عبد الحميد اكس بيعمل فيديوهات عقارات زمان. خطيرة جدا. حضرتك جاي تعمل ايه معانا؟ جاي اتفرج على مشروع ليف، مشروع خطير، مشروع جميل.
انت عارف ان هو بيتباع خلاص، يعني هو خلاص قرب يخلص. فيو رايق. رايحين دلوقتي نصور فيديو CGI. توب توب. هي لندن. لندن دي يا اخي. علموني كل حاجة. طيب احنا دلوقتي اهو حميد صورك سينماتيك يعني، بص مكلف صار. مكلف خسارة. وصلنا الجي في ار. احنا هنعمل ايه النهارده؟ ايه البتاعة؟ ايه الفكرة؟ بوكس هيطلع من الموبايل كتير بقى. اوكي خلينا نفكر. اصلا بجد الكفر مش عاجبني. مش هشيل الكفر. One option I see is Dragon Mart on Al Aweer Road in Dubai, about 26 kilometers to your east. Do you want that one? Yes. Getting directions to Dragon Mart using Google Maps. يا مان شو فيك تخبر العالم؟ شوف بالحقيقة العالم كلها unexperienced. كل واحد جاي من his own background and they think they've been through a lot. Until you listen to one conversation of a random person in the street, like this gentleman or this lady over there. And unfortunately, you'll be very impressed in a very negative way. Long story short, think about people around you, consider their situations, and always remember, you're just a part of a long story called life. You're not the center of it. Indeed man. Wise words. Thank you Mr. Reyes. Welcome to Noma. وصلنا لدراجون مارت. بص كده عامل زي التجاري عندنا في الصعيد، في طبعا من كل حاجه كل الجنسيات. اسمه دراجون مارت هو مينلي للتجار الصينيين وبتاع. كل طبعا في بقى كده تختار اللي انت عايزينه، جمله قطاع في كل شيء يعني. بس صراحه انا مش بحب الزحمه والفرهده دي، فصلي المغرب هنا ونتوكل عليه. يلا بينا. دراجون مارت في مصنع هنا، نسأل عنه ونروح.
محتاج تيونينج ها؟ الحمد لله. على 50 على 75. How are you? طيب كالعادة اليوم بيخلص وانا مش شايف قدامي بسبب انه نعمل حاجات كتير قوي اكتر من اللي احنا مخططين لها. ده كله احنا بعد ما خلصنا دلوقتي الساعة داخلة على 12 دلوقتي 11 الا ربع سوري 12 الا ربع. فيوم طويل المفروض كنا ننام من الساعة 10 ونص بالكتير، بس الحمد لله صلينا الصلوات، كلمنا اهلنا، قضينا يوم جميل، اتمرنا، خدنا بالنا من الشغل وهكذا. فالحمد لله يوم جميل. فلايك شير سبسكرايب، استنوا الفلوج الجاي، واتمنى فيديو شرح الكامل بتاع ليف ميري تايم اللي صورناه النهارده يعجبكم. يلا نشوفكم في الفلوج الجاي.